كده ان حد سألك في الشغل هو ايه اللي استفدناه منك كيو اكس رايتر، تعرف تجاوب عليه؟ الفيديو بقى ده بيعلمك ازاي تجاوب على السؤال ده بارقام مش بس باحساسك، وتثبت ان كلامك فعلا بيفرق في البرودكت وفي الارقام اللي بتعود على البيزنس. اهلا بيكم، انا ندى النادي، وده الفيديو اللي بيشرح الفصل السادس من كتاب Strategic Writing for UX. الكاتبه بتبدا الفصل بقصه حلوه جدا وغالبا بتحصل معانا كلنا. كل ما تيجي تقترح ان هي تغير نص معين يجي برودكت اونر يسالها عرفتي ازاي ان ده احسن من ده، وهي هنا قررت بقى ان الجواب لازم يكون مبني على ارقام حقيقيه مش بس مبني على احساسها او خبرتها الشخصيه. ايه بقى طرق القياس اللي بقيس من خلالها هل الكونتنت ده صح ولا لا؟ الطريقه الاولى هي الاي بي تيستنج، وده القياس المباشر. معناه ايه؟ معناه انك بتقدم نسختين مختلفتين من الكونتنت لمجموعتين من الناس، مثلا النسخه A عند المجموعه الاولى والنسخه B عند المجموعه الثانيه، وبتشوف بقى مين فيهم اللي حققت الهدف اكتر. طيب هو انا المفروض اقيس ايه بالظبط في الكونتنت بتاعي؟ في الاونبوردنج مثلا، هل المستخدم الجديد قدر يوصل للهدف بتاعه في اقل وقت؟ الانجيجمنت، هل نسبة الناس اللي فتحوا التطبيق زادت؟ الكومبليشن، هل نسبة الناس اللي خلصوا العملية أو البروسيس دي زادت؟ الريتنشن، هل نسبة الناس اللي رجعوا تاني يستخدموا التطبيق أكتر من مرة زادت؟ الريفيرلز، هل الناس اللي شاركوا التطبيق مع غيرهم رجعوا غيرهم وعملوا وورد اوف ماوث زادت؟ الكوست، هل سبورت تيكتس والشكاوى قلت؟ هل اليوزرز بطلوا يسالوا انا مش فاهم ايه المشكله هنا، ايه الايرور ده معناه ايه؟ الكتاب كمان بيحكي عن ابلكيشن توصيل عمل تغيير بسيط جدا، هو بس غير البطن بتاعه بدل اوردر او اطلب خلاها اطلب دلوقتي او اوردر ناو. بجد تغيير بسيط قوي، ولكن هو على الكونفرجن معاه ل 12%. ده بقى بيكون تاثير واضح قوي لليو اكس رايتنج. خلينا كمان متفقين ان الارقام بتقول لنا وات هابند، هو ايه اللي حصل، ولكن البحوث هي اللي بتقول لنا واي، ليه حصل كده اصلا. طيب ايه هي طرق البحث المفيده لليو اكس رايترز؟ اول حاجه تحليل التعليقات والتقييمات، محتاج تشوف هي ايه اللي الناس بتشتكي منه. المقابلات الفرديه، اسمع المستخدم بتاعك بيقول ايه بالظبط وخد الترمينولوجيز من بقه. اليوزابيلتي تيست، شوف اليوزر بتاعك وهو بيستخدم التطبيق. سيرفيز، اسال عدد كبير من الناس عن كل حاجه محتاج تعرفها. الهدف من كل ده انك تعرف ان الكلمات اللي الناس بتستخدمها مش الكلمات اللي انت حاسسها ان هي صح او بتقيمها بناء على خبرتك بس. انا لو ما عنديش وقت للتستنج او ما عنديش ريسيرش تيم في الشركه اللي انا فيها، في طريقه تانية انك تبدا تعمل سكور كده من 10 لكل نقطه من النقطه اللي احنا هنقولها دلوقتي. هل النص بتاعي هادف يخدم الهدف بشكل واضح؟ هل هو مختصر؟ هل هو محادثي conversational؟ هل هو واضح كلير؟ وخامس حاجه الاكسسبيليتي، يعني يتقري بسهوله من كل الناس. سادس حاجه هي الفويس، هل بيعكس معايير البرودكت؟ هل الجرامر وكل حاجه استخدمتها متناسبه مع الصوت اللي انا حددته؟ كل معيار او كرايتيريا من دول محتاج ان انت تعمل لها سكور من 10. طيب التحدي بتاعك بقى النهارده ان انت تقيم رساله الخطا دي لنا كام من 10 في كل نقطه. ده دلوقتي تطبيق دفع بيقول خطا في العمليه، حاول مره اخرى. اسال نفسك هل هو مفيد؟ لاي مدى بيقول ايه الخطا وايه الحل اللي المفروض يحصل؟ تاني حاجه هل هو مختصر؟ لاي مدى هو مختصر؟ تالت حاجه هل هو conversational؟ لاي مدى الكلام بيبين انه من انسان مش من روبوت مش تقني؟ رابع حاجه هل هو كلير؟ لاي مدى الكونتنت ده واضح؟ اكتب لنا على لينكدين التقييم كام من 40، واكتب كمان النسخه الافضل من الرساله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوا في التحديات بتاعتنا، ولو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت واحنا هنرد عليك. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن اليو اكس رايتنج تقدر تزور منصه تجربه.com.